ويا مساء الخير على الجميع. اليوم أنا متأكدة وصفتي بتنافس حتى بسكوت الفاخر على قد مو طيبة. تعالوا نعملها مع بعض. مع الصغيرة نسكافيه، ورح نسخن مي حوالي الكاسة نحطها معها، وبعدين رح نحط نص كاسة سكر، وإذا بتحبوا حلو أكتر فيكن تكتروا السكر أكتر. بتحركون كتير منيح، وبعدين بتحطوا نص معلقة صغيرة فانيليا، تحركون كتير منيح ليدوب السكر. هون حطيت كاسة ونص طحين مع ربع كاسة كاكاو، وبتنخلوها منيح وبتحركون. وبالنسبة لهون حطيت معلقة صغيرة بيكنج باودر وربع معلقة صغيرة بيكربونات الصوديوم مع معلقة خل كبيرة. حركتهم كتير منيح، مجرد ما فاروا حطيتهم فوق الخليط وحركتهم، وهيك الخليط صار جاهز عنا. ومنريحه تقريبا 5 دقايق أو 10 دقايق، وفورا على المقلاية. بصراحة أنا ما ريحته، بتحطوه على نار هادية جدا وبتغطوه وبتتركوه لحتى ينشف مثل ما لكم شايفين. ما بدي لكم هالوصفة قديش طيبة، يعني بتشبه نوعا ما البانكيك بس على أطيب. وهون بعد ما خلصت مثل ما لكم شايفين جهزت الكريمة وحشيت قلبها كريمة، وهيك طبقت كل تنتين فوق بعضهم مثل ما لكم شايفين. وصفة لأول مرة بجربها، شفتها حبيتها كتير وحبيت شاركها معكم. وهون كمان جبت الشوكولا، حطيت لها معلقة زيت جوز الهند، وعلى بخار المي سيختها، وهون غمرت كل الحبات بالشوكولا. وبالنسبة لصوص الشوكولا الأبيض رح أكتب لكم إياه بالكابشن، بتشوفوا كيف عملت الصوص الأبيض اللي حطيته على وشها، لأنه ما رح يكون في عندي وقت إني أنا أشرح لكم إياها. وهيك بعد ما حطيتها بالفريزر طلعت حطيت الصوص الأبيض، وإن شاء الله تعجبكم، بالعافية للجميع.